يا هلا والله وسهلا فيكم. اليوم طبختنا تكة مسالة. الوصفة هذه يعني ما شاء الله أضبط وصفة سويتها، موجودة في الملف التعريفي، بسيطة وسهلة، وبنفس الوقت تقدرون يعني تحضرون الدجاج تحضير مسبق، تحطونه في الثلاجة مثلا من الليل عشان عرفتوا يعني يتشرب النكهة. هنا حطيت صدور دجاج مع الزبادي. أنا ما شاء الله يعني حاطة صدور دجاج تقريبا 3 صحون، الصحون عرفتوا الصغيرة 3 صحون، وحطيت 3 زبادي. والبهارات طبعا بهارات التندوري، بهارات الكاري، وبعد نحط حطيت ملح وفلفل أسود أكيد، حطيت كزبرة، ثوم، حطيت زنجبيل مبشور، يعني بهاراتكم معتادة، بس أهم شيء إنه بهارات التندوري هذه أو التكة الموجودة عندك، يعني بهارات هندية بشكل عام. وبس والله استمتعوا بالطعم اللذيذ. الحين بحمسهم لما تنشف مرة والدجاج ويعني يستوي، بسوي عاد الصوص على جنب، بعدين بحط هذا على هذا. والعافية يا رب علينا وعليكم. هنا أضيف الثوم والزنجبيل، أمسهم شوي، أحط الطماطتين. شوفوا معي هنا الدجاج لازم الموية تنشف، وأحاول يعني أحمره. وهنا بالقدر الثاني حطيت الصوص المرقة. الحين هذه المرقة خلاص تسبكت صح، ونضيف عليها وشو، نضيف عليها الله يسلمكم كريمة الطبخ. تكبر شوي علشان نحط عليهم الدجاج اللي سويناه. فيها شوي، حطيت زيادة كريمة لأن أبونا يحبها، يعني ما يحبها حمرة، يحبها شوي كذا على بينكي. الدجاج هنا خلاص استوى تماما، بحطه على البقى هنا. شوفوا معي بس، شوفوا كذا الدجاج ذايب، طعم الدجاج كذا لحاله خيال. وبحط عليه ايش، خلاص هذا آخر شيء الحين. بحط عليه كزبرة. تبون تاكلونها مع رز أبيض، مع خبز، قمة اللذاذة.